احنا النهارده هنعمل جولة في باب الشعرية في منطقة باب الفتوح. ده بابا عبده، ده الكبدة، وده ليالي زمان، وده زي ما انتم شايفين كده زيزو، محل مشهور جدا. واحنا هنا دلوقتي في مسجد الحاكم بأمر الله، مبنى جميل شايفين عامل ازاي، حاجة آخر حلاوة وآخر جمال. دي البوابة بتاعته، واحنا دلوقتي هندخل نشوف جوه الشكل عامل ازاي. عايزة اقول لكم المكان رهيب جدا، جو جميل ومنطقة سياحية، حاجة آخر حلاوة وآخر جمال. وده شارع المعز، شارع معروف في القاهرة جدا، جميل قوي وكبير، واخد دوران، يعني واخد يمكن كيلو من المكان، كبير جدا. بس احنا داخل دلوقتي شارع المعز، باب بقى طبعا مغلق، بيتفتح ساعة الصلوات بس. فانا جايه في وقت متاخر جدا، يعني الساعه حوالي 12 بالليل. بصوا هنا بقى بيجوا السياح بيشتروا الحاجات الفضية، مشغولات فضية دي كلها السياح بيحبوها، مشغولات فضية جميلة. كل السياح بيجوا هنا يشتروا المشغولات الفضية. شايفين الشارع ده البلاط بتاعه من زمان جدا، يعني حتى البلاط بتاعه أثري. دي المحلات اللي فيها حاجات الأجانب بيجوا يشتروا من هنا، المشغولات، الملابس، كل الزي اللي هنا، المغربي، التونسي، الجزائري. مكان جميل جدا وأسعارهم حلوة ومناسبة. تطلبها منهم وتستلمي من هنا. ده الحاج اهو، هو اللي بيتكلم بنفسه يا جماعه. ده شغل المصنع عنده، وطبعا اللي هيقول له ان هو من طرف ام اياد هيجيب له حاجات حلوه وبسعر خاص. ده في الشارع محمد، اللي طبعا اللي هيشتري من عندك هيشتري علشان يشرب بمزاج. ده شارع المعز بجماله، بالناس اللي فيه، هتلاقي المشغولات النحاسية، حاجات جميلة قوي قوي قوي. أي قطعة ب10؟ أي حاجة ب10. ده معرض أي قطعة ب10. احنا في شارع المعز رقم 1، وائل حكيم. وائل حكيم عليها بقى حاجة قطعة تبع كافيه زاد المعز. دي معروضات يعني شقاوي كمان. بيقولوا ان اي حاجه ب10 جنيه. طبعا ال10 جنيه دلوقتي بالنسبه لمصر يعني حاجه مش فلوس. اكسسوارات جميله جدا، والبنات كلها بتحب الحاجات دي. حاجات رخيصة جدا. احنا داخلين على محل اسمه احمد طلبة، نفس الحاجات الجميلة. شايفين؟ الله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ شايفين مدلعين ام كلثوم في بتاع الكوفي ازاي؟ بكام الطقم ده؟ 350. كام؟ 350. ده هاند ميد، ها؟ هاند ميد. شايفين ده ب 350. طبعا ده شغل هاند ميد برضه. شايفين اللي خايفين من الحسد يشربوا في الكوفي ده، حاجه كده جميله جدا يا جماعه. مش عارفه اصور ايه ولا ايه بصراحه. بسم الله ما شاء الله، حاجات حلوه قوي 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 قوي. واو، شايفين الحاجات الجميله دي؟ نحاس، ها؟ ها؟ معدن. بس احي
بجد اللي هيسمع كلمة أحياء، أنا من اسكندرية، بجد حاجات مش قادرة أقول لكم يعني. أنا لو معايا فلوس بيني وبينكم هاخد حاجات كتيرة جدا ما تتسابش. شايفين الحاجات اللي بيحبوها الأجانب دي؟ الأهرامات عاملينها بشغل، حاجات تحفة تحفة تحفة، حاجات حلوة قوي. المجات شايفين، شايفين الحاجات. ده كافيه اسمه ساقية المعز، شايفين؟ ودي اللي تحتيها ساقية المعز. أماكن جميلة جدا للسهرات وللصبح تقعدوا، والشيش وكل شيء موجود فيها. كافيهين فوق بعض، شايفين؟ تحفة، حاجة جميلة جدا. وقاعدة أكيد يعني عربية جميلة جدا، دي الدخلة بتاعتها والساقية والجو جوه، يعني مش قادرة أوصف لكم. أكيد القعدة جميلة قوي، هوريكم القعدة جوه عاملة ازاي. دي القعدة بتاعتها، يعني اللي هيجي يقعد هنا يعني ينسى الدنيا. ساقية المعز، شايفين؟ قعدة هادية وجميلة، وفي مكان فوق للعائلات، شايفين؟ وده آخر مقطع من الشارع، شارع المعز الجميل اللي كل الناس بتحب تروحه. على فكرة الشارع ده شارع سكني من زمان، يعني ما فيهوش سكان جديدة ابدا. شايفين الناس بتحب تجيه جدا. شارع اثري وشارع كله يعتبر تجاري، شارع فيه كل السهرات. بالمناسبة دي كافيه ام كلثوم الشهير جدا بالشارع. طبعا كان في كافيه قبل منه بتاع ام كلثوم، لكن من قبل الثورة، من ساعة الثورة تقريبا بتعمل فيه تعديلات، وده ام كلثوم الجديد. النهاردة احنا هنكمل سهرتنا فيها، ويا ريت تيجوا تتفضلوا معانا وتيجوا تشوفوا الشارع الجميل. لازم اللي يجي القاهرة، قاهرة المعز، يشوف الشارع الجميل ده المشهور، شارع المعز. شايفين الجمال؟ كله بيروح يتبسط ويرقص في الشارع، واللي بيرقص في الكافيه. ومش قادرة اقول لكم السهرة بتبقى فيها جميلة جدا. الكافيهات بتعمل بروجرام حلو قوي ومسلي. وهسيبكم لللايكات الجميلة، ما تحرمونيش منها. وكل عام وأنتم بخير، وأشوفكم على خير في جولة تانية بإذن الله. ودعواتكم لي بأن ربنا يتم علي الشفاء بإذن الله. أنا بس بوريكم المنظر، المشربيات بتاعت المساكن كمان حلوة قوي 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 على الطراز القديم. ودي قعدة الكافيه بتاعت ام كلثوم. طبعا حاطين تحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر، وستظل مصر بخير بإذن الله رغم أنف الحاقدين. وربنا يحرس إن شاء الله بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أجمعين يا رب العالمين. ودي كانت جولتنا في شارع المعز، المعز بالله. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى.
عليكم.